السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا اخوان اينما انتم واينما كنتم. مش كنت حبطال الحسون. اليوم ان شاء الله راح نتحدث عن اخر اعشاش الحسون عندنا داخل السلاكة. طبعا اخر الاعشاش للموسم 2023، وما اتوقع يعني الطير يعاود يعمل اعشاش اخرى. طبعا الاعشاش اول عش خلينا اياكم مع بعض. اول عش فيه 3 فراخ يا اخوان، بسم الله ما شاء الله. هيو فرخ، هيو الفرخ الثاني، وهاي الفرخ الثالث. 3 فراخ عمرهم اليوم 7 8 أيام. تبارك الرحمن عليهن. على راس القمة هاي السقف عندي، خليني أورجيكم سقف السلاكة. وهاي إيش العش، ومنه وتحت مباشرة على نفس الشجرة الاصطناعية أو الوردة الاصطناعية يا إخوان. في عش ثاني أورجيكم إياه. هيو في 3 بيضات، لكن للأسف يا إخوان ال3 بيضات هذول شايفين أمام عينيكم خربانات. ما بعرف، ممكن مش ملقحات، أو السبب الثاني اللي حطيت أنا إن الطير قام عن البيض في الليل، وسبب إن كان عندنا يا إخوان مفرقعات في الليل من جيراننا وأهلنا. لأن يا إخوان كان عندنا نتائج التوجيهي أو الثانوية العامة، وبالتالي ممكن تكون طارت وفسد البيض. طبعا هم من 4 5 أيام البيضات هذولا، أو 6 7 أو 6 أيام أو 5 مش ذاكر، ولكن على ما يبدو أنهم فاضيات. طبعا على الأغلب يبين من يوم الرابع يعني إن في دم وفي يعني في جنين أو لا، لكن هذول يا إخوان فاسدات 3 بيضات. طبعا راح أقوم برميهن وأريح، وحتى الأنثى تتريح ما ضلها جالسة على البيض. خلينا ننتقل وياكم على عش آخر من العشوش آخر الموسم. والعش الآخر يا إخواني هنا في هذا على الشجرة هذا، شايفين كيف في 4 بيضات. طبعا اليوم وضعت أنا داخل العش على البيضة الرابعة قمت بتجميع البيض واستبدالها ببيض اصطناعي، وعلى البيضة الرابعة يا إخوان وضعت العش. إن شاء الله يطلع ملقحات. طبعا يا إخوان سبب فساد أو إنه مش ملقح كويس اللي هي الحرارة اللي بتضرب العالم بشكل عام، وإحنا جزء منها. طبعا فلسطين طبعا عندنا درجة الحرارة في الفترة هذه بتقارب ال 35 و 36 مئوية. طبعا في دول يعني الحمد لله ربنا احنا نوعا ما افضل من غيرنا. في دول اخرى تقارب درجة الحرارة عندهم الان 40 وما واعلى يعني. طبعا هذا الاشي بسبب عدم تلقيح الجيد وحتى البيض، حتى لو طلع الفراخ احيانا بيطلع تعبانة بسبب الحرارة العالية. خلينا ننتقل وياكم على عش اخر. ايوه يا اخواني على هذه الزاوية حاول اصور لكم بشكل جيد. طبعا في هذا شوية عشان تطلع التصوير واضح. في كمان هذا يا اخوان 4 بيضات، ممكن اليوم إلهن الخامس لا او اكثر، ممكن 7 أو 8 يوم. هينا يا اخوان 4 بيضات في هذه الزاوية. نسأل الله ان يزبطن. يعني هي احنا قديش صرنا نمرجيكم 4 اعشاش، وعش منهن واحد منهن خربان. في 3 بيضات لو شفتوه. خلينا ننتقل نحن وياكم على عش اخر يا اخواني. يا الله، هاي الأنثى طارت، شفتوها على هذه الشجرة، على هذه الشجرة هيك. الحين طبعا احنا نطلع وياكم على السلم وأورجيكم إياه. خليكم معايا نظبط السلم بلاش الريحة هيك. طبعا العش الأخير هنا في فراخ عمر طبعا اليوم الثاني لهن، أصور لكم إياهن. هي يا اخوان 3 فراخ كان العش فيه اتوقع 4 بيضات. بيضة والله ما انا عارف كيف سقطت من العش، ما عرفت وين راحت. الان في 3 فراخ من اصل 4 بيضات. هذول الاعشاش يا اخوان شايفين تبارك الرحمن، ان شاء الله بظبطن. هذول اخر اعشاش ان شاء الله موسم 2023. طبعا طبعا كان السنة فيها تقلبات كثير، والأصل إن الطير ظل شغال شوية، لكن درجة الحرارة سبحان الله قد ما أجى سقعة الحين الفترة هذه أجى حم كثير لفترة طويلة يعني. ممكن إن تقريبا فوق 10 أيام أو أكثر من 10 ل 12 يوم
نحن في درجة حرارة مرتفعة، والأيام القادمة الله أعلم كمان أسبوع ممكن نأخذ حم كمان عالي. نسأل الله أن يجيرنا من جهنم، وأنا وكل والسامعين، ومن عذاب جهنم. ونسأل الله لنا ولكم الجنة يا إخوان. اللهم أجرنا من عذاب اللهم أجرنا من جهنم، اللهم أجرنا من جهنم، اللهم أجرنا من جهنم. ونسأل الله الجنة. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، نحن أنا وكل السامعين وكل المسلمين. هذا فيديو لليوم يا اخواني. اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.